الفرق اللي زيها الاهداف معاك يا اتفضل. عندهم المشاكل يا كابتن شاذلي. ده الجول الاول، جول طالع غلط طبعا. تقدم المقاولين عن طريق علي عفيفي. علي عفيفي جاب الجول الاول، ده في خطا الشوط من الأول. حارس المرمى والمدافع. طبعا فرحه قويه جدا، وموسى كبير وبيلعبها بالعرض وبياخد الخطوه قبل الراجل وبيحطها الناحيه الثانيه. مهاجم جيد موسى كبير. طبعا قوي وسريع وهداف، يمكن هداف قليل لكن هداف، عنده سمه الهداف. كابتن محسن ليه راي ثاني في موسى كبير؟ كسول، ودي اسوأ صفات في اللاعب، انه يكون كسول. انك انت في الوقت اللي انت تحتاجه ما تلاقيهوش، تلاقيه واقف بيتفرج في المباراه. هو لاعب خطير لكن مزاجي. ده محمد صلاح بيعمل الكره لموسى كبير وعشان بيرد ادي الهدف الثاني اهو، نط جول جميل موسى كبير. ايوه مش دايما بيبقى كده يعني احيانا بحالات. يعني في مباريات كتيره محمد رضوان بيضطر غصب عنه انه يسحبه من الملعب لانه بيلعب ناقص واحد. بدايه المباراه ده كلام صح. لكن المقاولين متفوق طبعا من الجبهه اليمنى زي ما احنا شايفين ان الشغل كله من ناحيه محمد صلاح ناحيه اليمين شغال كويس جدا. لاعب ممتاز، لاعب ممتاز طبعا، ومن اللعيبه الجمال اللي في مصر اللي الواحد بيحب يتفرج عليهم يعني. ده دول 2-0 كده، ويمكن نشوف جول محمد صلاح. هدف رائع. شوف جول جميل جدا، جول مميز يعني، من حته صعبه جدا وبيلعبها ببطن رجله الخارجي، ببطن رجله الداخلي بيلعبها في الزاويه العكسيه، بيعملها واو صعبه رغم الضغط عليه ورغم كل ده، لكن دي بتتلعب اوتوماتيك للعيب الكويس، ومن بره ال 18 كمان. يعني هو حافظها فبيلعبها اوتوماتيك. يعني اخش على جوه واعملها بليسنج ببطن رجل، بتلف الزاويه الثانيه بتخش جول، من الاهداف الجميله جدا المميزه. دي الحلول الفرديه. برضه بنتكلم احنا على حلول فرديه، لكن انا عايز اضيف حاجه، يعني ده الفوز الاول والهزيمه الاولى للفريقين المتنافسين، وانه هذا الفوز لم يسعد الا المقاولون فقط، وكل من حوله حزانه، كل من حوله، لانه هتجد الداخليه وغزل المحله وسموحه والانتاج وبتروجيت وكل دول زعلانين لهذا الفوز لانه اقترب وابتعد عن منطقه الخطر واقترب من الفرق الاخرى. يعني الفرق دي بتتمنى هزائم الاخرين، لانه المقوله بتقول لك ايه؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. فالنهارده ما فيش فوائد، لما المقاولين الاخير يفوز اذا هياخدني انا مكانه في المباراه القادمه. ودي ضربه جزاء في ضربه جزاء ناصر. بص يا كابتن طارق، دي ضربتين جزاء في ضربه جزاء، يعني مرتين فوت الاولانيه وغصب عنه حسب الثانيه. نشوفها يا كابتن، شوفها هنا اعتراض الاول تسلل. هي مش تسلل طبعا. لا ما فيهاش. بص ادي ضربه جزاء، مش تسلل طبعا. ادي واحده وادي الثانيه. لا ضربه جزاء فعلا. الاولى الثانيه العقرب ولا كابتن نصر؟ والاولانيه لو عدناها ممكن تكون فعلا. لا الكابتن حكم حمدي شعبان حكم دولي عنده خبره، واعتقد انه يعني لعبه زي دي ما تجليش منه، خاصه ان مفيش عليه ضغوط لان النتيجه كانت 3-1 ساعتها. مظبوط. يعني ده الجون الرابع، بس المفروض يدي انذار معاها بقى. هيعيد ضربه الجزاء تاني، عادها مره ثانيه. هنا كان المفروض فيه انذار كمان يا كابتن طارق. بس طبعا فوز كبير جدا للمقاولين باول فوز ليه 4 وعلى فرقه زي دول، فالعمليه يعني ده في الدقيقه كام يا كابتن شاذلي؟ فرقه ما اتغلبتش قبل كده. 54 الماتش وقف كتير. فرقه ما اتغلبتش قبل كده يا كابتن طارق. الجونه اول مره تتغلب 4 كتير قوي. نتيجه ضخمه طبعا، نتيجه ضخمه ما حدش كان يتوقعها، لكن هذه كره القدم كابتن محسن. يعني لو كلنا خدنا كده توقعات قبل المباراه ان نقول 3-3 و4-1